عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام. مرحبا بكم في قناة شيوات منيا أم إيناس. مرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى تكونوا بألف خير ولقاكم هذا الفيديو بالصحة وبالعافية وعواشركم مبروكة. اليوم إن شاء الله 15 يوم في شعبان، يدخل عليكم رمضان حتى هو بالصحة وبالسلامة وبكل ما تمنيتوا. اليوم إن شاء الله في إطار وصفات الرمضانية نشارك معكم سلو ولا السفوف، كل منطقة كيفاش كتسميه. سلو اللي كيجي لذيذ ما شاء الله، كيجي معلك هنا باللوز سنجلان. ومهم القوام ديال السلو المعروفين، السلو البلدي اللي كيجي معلك ورائع. نشارك معكم الفيديو بجميع التفاصيل، سواء للمبتدئات ولا اللي كيعرفوا يوجدوا سلو. المهم نشارك معكم الطريقه وتفاصيل من الالف الى الياء كيفاش توجدوا سلو لرمضان اللي كيجي مقوم ومعلك وكيجي لذيذ وصحي في نفس الوقت. المهم نخليكم مع الفيديو. او اللي اول مره يلتحق بالقناه ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي، وما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم المحفزه. ونخليكم مع الفيديو ومع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. اول حاجه هنا كنحتاج الكيلو ونص ديال الزنجلان اللي كنحمرو في طنجره ثقيله ولا في الفران كيف ما بغيتو، غير باش ما يطيرش لكم في التحمار. كندير فيه واحد المعلقه صغيره ديال الزيت صافي، وكنبقى نحرك سواء في طنجره ثقيله اولا في الفران باش ما كيطيرش. هاد الطريقه كتخليه ما يطيرش لينا، ونبقاو كنحمرو فيه حتى كيولي بهذا اللون ذهبي. هنا عندي وسطو شي حبات ديال الكاوكاو خليتهم ما حيدتهمش. المهم هذا هو الزنجلان. وعندي هنا واحد كيلو ونص ديال اللوز اللي انا كنفضل اني كنقليه هكا، سواء بغيتو تقليوه ولا دهنوه بالزيت وتحمروه في الفران. هنا انا قليته وخليته بالقشره ديالو باش حتى هي فيها الفوائد ديالها. ما كنفسخوش ونحيد القشره لانه غادي يطحن، ماشي مشكل لا خلينا القشره ديالها حتى هي عندها فوائد ديالها. صافي كنقليه هكا غير كيتحمر من الداخل. صافي دوك الحبات اللي كيبانوا بيضين غير كيبداو لنا تحمروا صافي كنحيدو كنصفيه. ما تبقاو ما تهاونوش عليه وتخليوه بزاف لان القشره ديالو قويه، ما غتعرفوش واش تحمر ولا لا. ضروري ما تقلبوا الحبه من الداخل، لقيتوها تحمرات صافي كتحيدوه وكتصفيوه. نصيحه اللوز دائما كنديروه في زيت بارد عاد كنبداو نقليو فيه باش كيطيب حتى من الداخل. هنا كيف كتلاحظوا قليت اللوز وعندي زنجلان حمرته. اللوز هو هذا ملي كيتقلى وكنصفيه كيف كتلاحظوا في الداخل ديالو كيجيني في هذا اللون، كيولي محمر حتى من الداخل على عافيه مهيله، والزيت يكون بارد باش كيتحمر لنا حتى من الداخل. الا جهدنا العافيه وكان الزيت سخون غادي يتحمر غادي يطيب غير من برا، ومن الداخل غيبقى ما طايبش، غيبقى خضر. خاص الزيت تكون بارده والعافيه مهيله حتى ياخذ حقه وكيجي مقرمش وكيتحمر حتى من الداخل. هذه الطريقه باش كنقليو الزيت ولا كنحمروه. كيف كتلاحظوا كيبان ذهبي من الداخل. هذا هو الزنجلان ديالي، قلت لكم كيلو ونص لوز وكيلو ونص زنجلان. الزنجلان هو هذا من بعد ما حمرته، انا حمرته في الطنجره الثقيله العافيه مهيله حتى كيولي لونه هكا ذهبي. وعندي هنا واحد كيلو ديال الكاوكاو، انا كناخذو هكا جاهز. كيلو ديال الكاوكاو اللي كيكون محمر، هذا كيكون محمر ديجا كنشريه هكا باش كنسهل عليا باش ناخذ الكاوكاو العادي ونقيه ونحمرو. مهم موجود حدايا هكا محمر صافي كناخذو جاهز. هنا عندي واحد رابعه صغيره يعني 125 غرام ديال النافع اللي كنصهدو فوق البوطه وكنطحنو وكنغربلو. وعندي كذلك 125 غرام يعني نص رابعه ديال النافع ديال حبه حلاوه، نص رابعه نافع ونص رابعه حبه حلاوه، كلهم كنصهدهم وكنطحنهم وكنغربلهم. وهنا عندي واحد 2 معالق كبار حتى ل3 ديال القرفه كتكون حتى هي مطحونه ومغربله. وعندي الكوزه هنا، الا كانت عندكم الكوزه حبه كديروا 2 كوزات، ما كانت عندكم هاد الجاهزه مطحونه كندير معلقه صغيره عامره ديال الكوزه.
هذه هنا كتباع عندنا جاهزه، كناخذها مطحونه. بالنسبه للسكر كلاصي هنا تقريبا الكميه اللي غندير غنحتاج 2 باكيات ديال 400 غرام، يعني كيلو قل ربع تقريبا. يلا كيجي هو هذاك. ما كنكثروش الحلاوه، لان الا كثرنا الحلاوه كتضرق لينا المذاق ديال هاد العناصر اللي كاينين في السلو. هادشي علاش من ضروري ما نقويوش الحلاوه، بشويه بشويه حتى كيجينا المذاق هو هذاك. المهم هادو هما المكونات. بغيتو مسكه حره كتضيفوها. انا سمعت مؤخرا ان المسكه حره ولات كتباع ما موثوقش منها، داكشي علاش ما درتهاش. صافي هنا غنطحن الزنجلان. هو الاول غنطحن الزنجلان وغنطحن اللوز وغنطحن الكاوكاو، القرفه والنافع وحبه حلاوه عندي ديجا صهدتهم وطحنتهم وغربلتهم. باقي لي غير هاد 3 المكونات غادي نطحنهم دابا. الزنجلان غنطحنو كامل كله وغنخلي واحد نص زلافه نخليه صايم، كيجي زوين. ملي كيبدا يتكالسلو كتجي ديك الحبه ديال الزنجلان ملي كنعضو فيها كتعطي واحد النكهه زوينه للسلو. هادشي علاش غنطحنو كامل مزيان وغنخلي واحد نص زلافه منه صايم. هاد الطحانه العجيبه فايته نزلتها لكم في القناه في واحد لا فيديو. انا الصراحه كتنفع بزاف ملي كتكون عندنا كميه كثيره ديال هاد المكونات باش كنطحنوهم، كتنفع. انا خديت هذه اللي كتهز رابعه، كاين اللي كتهز نص كيلو، كاين اللي كتهز كيلو، كاين اللي كتهز حتى ل2 كيلو. الصراحه سماوها الطحانه العجيبه حتى عجيبه، لانها كتنيل كل شي دقه واحده، ما كتلقايش مشكل مع الطحين، دغيا كتسربي. صراحه عمليه بزاف. نتوما كيف كتلاحظوا الزنجلان نيلاتو دغيا نيلاتو. كتنفع بزاف. يمكن لينا حتى الحوايج القاصحين نطحنوهم فيها بحال السكينجبير، عرق، بحال الخرقوم عرق، دغيا كطحن كل شيء وكتخليه منيل. الصراحه كتنفع بزاف. وهنا غادي نطحن اللوز. بالنسبه للوز كنطحنو كامل وواحد شويه، المهم طحنا الاخر غير غادي نهرمشو باش كيبقاو ثاني داك الحبيبات ديال اللوز كيجيو زوينين في الماكله ديال السلو. وكاوكاو كذلك حتى هو كنطحنو كامل وكنخلي منه واحد شويه مهرمش، طحنا الاخر كنخليها مهرمشه. هنا كيف كتلاحظوا هذا هو كاوكاو من بعد ما طحنته. كذلك هنا عندي اللوز والزنجلان، اللوز من بعد ما طحنته، وهذا اللي كيبان لونه احمر لان فيه القشره، وهذا الزنجلان. هذا هما المكونات اللي طحنت. وعندي الدقيق، هنا عندي كيلو ديال الفورص وكيلو ديال دقيق القمح. كنحمر كل كيلو بوحدو في الطنجره الثقيله فوق البوطه، كيتجي ساهله مع التحريك حتى كيولي الدقيق هكا ذهبي. وكنجربو بواحد شويه الزيت، نتما كنعرف اللون اللي بغيت. لقيت باقي اللون ماشي هو هذاك كنعاود نكمل تحمار، لقيت اللون هو هذاك صافي كنطفي عليه. هذه هي الطريقه اللي كنحمر بها الدقيق. كاين اللي كيحمروا في الفران ديال الزنقه، المهم انا كنحمروا في الكوكوط كيجيني سهل من الفران. هنا عندي القرفه اللي قلت لكم قبيله جايه 3 المعالق كبار، وعندي هنا نص رابعه ديال النافع ونص رابعه ديال حبه حلاوه اللي مطحونين ومغربلين، وعندي هنا معلقه صغيره عامره ديال الكوزه. وهنايا وجدت واحد 400 جوج ساشيات ديال 400 غرام، يعني 800 غرام ديال السكر كلاصي، حتى نشوف عيني ميزاني ما نكثرش الحلاوه باش يبقى لينا سلو كيف قلت لكم محافظ على كل حاجه، محافظه على النكهه ديالها. الا قوينا الحلاوه ما كيبقاش سلو كتبننوا داك النكهات اللي فيه. هنا عندي هاد البانيو غادي نخلط فيه لان عندي كونتيتي كثيره. هاد البانيو ديال الكوزينه كنخدم فيه.
المهم ناخدو انيه تكون كبيره اللي تساعدنا باش نخلطوا جميع المكونات، لاني ضروري خصني نبسبس هاد المكونات مع الدقيق باش ينسجموا مزيان، حتى نخلطوا المكونات الناشفه كلها حتى كينسجموا مزيان، سواء القرفه، نافع، حبه حلاوه، زنجلان، لوز، كاوكاو، الدقيق، كل شيء خاصو ينسجم مع بعضياته. عادي يمكن لينا نضيفوا السوائل اولا الدهنيات اللي غادي نخلطوا بهم هاد السلو. صافي هنا درت الدقيق، ضفت عليه الزنجلان مطحون واللوز، كاوكاو، النافع، حبه حلاوه والقرفه، وغندير معلقه صغيره ديال الكوزه. اللي ما عندوش هاد المطحونه يحك واحد جوج حبات، يحكهم غير في الغربال ولا الحكاكه الرقيقه. انا غندير واحد المعلقه صغيره تقريبا بحال هكا، معلقه صغيره بركه. صافي، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا لينا. عاد نضيف ليهم السكر كلاصي، وغيبقى لينا المرحله الاخيره هي الدهنيات اللي غنخلط بهم اولا الليدام اللي غنجمع به هاد السلو. هنا كيف كتلاحظوا ملي نشوف اني خلطت المكونات كاملين، هنا غناخذ واحد صفايه هكا اولا غربال. انا فضلت هذه لان العيون ديالها كبار باش غنغربل هادشي كامل. هاد التغربيله اللي غنغربل هي غتخليني نتاكد ان العناصر كلها انسجمات، حتى دوك الكويرات كيكونوا هاد الكويرات ديال الزنجلان باقيين مكورين، كيكونوا كويرات ديال اللوز باقيين مكورين. هاد الصفايه هي اللي غتخلي لنا العناصر كلها تولي كلها بحال شكل دقيق وغادي ينسجموا في نفس الوقت. وفي الاخير كيبقى عندي داك اللوز اللي مهرمش وكاوكاو اللي مهرمش، كنردو مع باقي المكونات. هنا صافي كتلاحظوا ملي غربلت هادشي، شوف كي ولا عندي القوام ديال هاد العناصر، كيبقاو غير الحبيبات بوحدهم اللي مهرمشين ديال اللوز وكاوكاو، والباقي كله كيكون بحال هكا على شكل دقيق. صافي في هذه المرحله غناخذ السكر ديال الكلاصي ديالي غادي نغربلو. هنا درت بلاستيكه ديال 400 غرام، وغنضيف تقريبا شويه من 400 غرام الاخرى حتى نذوق عاد نشوف. مهم حلاوه عيني ميزاني، كيف قلت لكم ما نقويوش الحلاوه باش يبقاو جميع العناصر عاطين النكهه ديالهم. صافي وغنخلط مزيان حتى يدخل السكر كلاصي وينسجم مع جميع المكونات. كاين اللي كيحلي سميتو سلو بالعسل، انا ما كنفضلش العسل لانه كيقصحو شويه وكينشفو، كنفضل السكر كلاصي هو اللي كيعجبني في السلو، ما كنديرش العسل. ملي بغيتو ديروا واحد الكاس ديال العسل يكون بحال الشكل ديال العسل الحر كيمكن يعطي نكهه زوينه. هنا غناخذ واحد الكونتيتي قليله، غير النص ديال تقريبا ولا اقل من النص هو اللي غندير ليه. هنا عندي واحد رابعه ديال الزبده اللي خليتها فوق البوطه حتى دابت مزيان وحيدت منها. ضروري ما كنحيدو داك الحليب ديال الزبده، ما كنخليوش لانه كيغمل لينا السلو مع المده، كنحيدو. وعندي هنا واحد الكميه ديال زيت العود، هادو هما الدهنيات اللي غنخلط بهم السلو، زيت العود والزبده. انا غندير كاس ديال زيت العود. انا فضلت ما كنبغيش نخلط الكونتيتي كلها ديال السلو اللي صوبت، كنخلط النص ديالو حتى كيتقاد، عاد كنمشي كنخلي الاخر ناشف،
نهار كيتقاد هذا اللي بالدهنيات ديالو، عاد كنمشي كنخلط الاخر كيولي بحال جديد، بحال يلاه صاوبتو كيكون لذيذ. علاش ما كنخلطش سلو كامل باش يبقى زوين في النكهه ديالو. كاين اللي كيخلط سلو كله ماشي مشكل، انا كنفضل نخلط غير نص والنص الاخر نخليه ناشف حتى يتقاد الاول، عاد كنخلط الثاني. في هذه المرحله اللي عنده العجانه يمكن يخلط سلو في العجانه حتى كيتعلك مزيان، كتبقى العجانه كدلك فيه حتى كيتخلط مزيان. هنا انا غادي ندلكو غير باليد ديالي حتى غيدخلوا هاد السوائل مزيان في السلو. الى مهم كل واحد كاين اللي كيبغي معلك مزيان وفيه الدهنيات بزاف، كاين اللي كيبغي شويه ناشف، كل واحد وكيف كيبغي السلو ديالو. هو هذا القوام اللي بغيت كيجي بحال هكا، كيجي معلك كيف كتلاحظوا. كاين اللي ما كيبغيش هكا معلك، كيبغي كيكون ناشف شويه. يمكن لكم تحكموا في اليدام، او لا لقيتوه هكا يمكن لكم تزيدوا شويه من السلو اللي باقي ناشف. كل واحد وكيف كيبغيه. كاين اللي كيبغي اليدام كتير كيدير اليدام كتير، كاين اللي كيبغي ناشف ما كيكثرش اليدام. هو هذا السلو ديالنا من بعد ما كملته في الدليك ديالو وخلطته مزيان، درته في واحد المول وقدمته لكم على هذا الشكل. نتمنى ينال اعجابكم، و الى جربتوا هذه الطريقه انا متاكده غادي يعجبكم، لانه الصراحه كيجي لذيذ لذيذ لذيذ. كنحتاجوه لرمضان، كنحتاجوه كذلك السيدات اللي كيكون عندهم زياده جديده، اللي كيولدوا وليدات جداد. في الزياده حتى هما كيحتاجوا هذا السلو هذا. المهم هذه الطريقه شاركت، كنكون نتمنى اني نكون شاركت معكم جميع التفاصيل ووصلتهم لكم بسهوله دغيا يكونوا موضحين. نتمنى يكون لا فيديو خفيف ظريف والوصفه تكون نالت اعجابكم. نتمنى تجربوه، وانا متاكده انه غادي ينال اعجابكم وغادي يجيكم لذيذ، لانه الصراحه كيجي لذيذ سواء اللي ضاقوا عندي ضيوف ديالي ولا الكليانات ديالي اللي كنوجد لهم طلبيات تاع رمضان. عمر هاد الوصفه ما حشماتني الصراحه، كيجي رائع وكيجي لذيذ، كيجي معلك وكيجي مقوم وفيه نكهات زوينه. نتمنى تجربوه وانا متاكده انه غادي ينال اعجابكم. المهم الا عجبتكم الوصفه نتمنى تشاركوها مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. ولاول مره يلتحق بالقناه ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي، وما تنسونيش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم المحفزه اللي دائما كتشجعني نزيد نشارك معكم وصفات جديده. وعواشركم مبروكه، ونتمنى يدخل عليكم شهر رمضان بالصحه والسلامه وبالرزق وبكل ما كتمناو يا ربي. ودمتم في امان الله، الى وصفه اخرى باذن الله.